صحيح أنني التلميذ وأنك أنت المعلم، ولكنك الآن ستصغي لأنني الآن أتكلم. فأنصت جيدا علك تفهم أن دورك يا سيدي أن تكون منارة، سفينة الوطن بها تهتدي، أن تكون قدوة بها الأجيال فعلا تقتدي، أن لا تكون على طفولتي أنت المعتدي. أنا دخلت مدرستك لا لكي أرتعش من نظرتك، لا لكي أهان بإيعاز من حضرتك، بل جئتك حاملا في يدي قلمي وفي قلبي حلمي. جئتك لتطرد مني يا جهلي وتغرقني في بحر علمي. جئتك حاملا كراسي وكوسي ومنقلتي، بكل العزم أريد حل مسألتي. جئت لأسرق منك حب القراءة، فبربك لا تسرق مني البراءة. جئتك فعلا لكي تعلمني ومشعل المعرفة تسلمني، فعلمني كيف أسمو بأخلاقي، علمني كيف حين أكبر أن أكون ذلك الراقي. يا سيدي أنا طفل فعلمني كيف أفتح للدنيا أبوابي، علمني احترام أستاذي وأترابي، أخبرني أنهم إخواني وأحبابي، علمني أن أرمي أصدقائي بالورود، أن أزرع في الأرواح سنبلة. لا تعلمني كيف نرمي الروح بقنبلة. علمني الحب ورسخ في نقاء القلب، لا شتم لرفاقي في الحاضر وفي الغب، فلن يشيب على المجد من على الرداءة قد شب. علمني أن الفرق في التفاصيل لا الألوان، أن الاختلاف للذات هو العنوان، أن حب الناس من الإيمان، أنه بالكره لا تبنى ولا ترقى أوطان. علمني بربك أنه مهم جدا أن يحترم الإنسان.